الفيلم بيبدأ بعملية سرقة شغالة فعلا جوه أوضة الحسابات في مضمار سباق خيل، والمكان متأمن تقريبا بأعلى مستوى. العملية دي بيديرها حرامي محترف اسمه باركر، ومعاه شريكه القريب منه فيلي ويب وباقي العصابة. باركر ده مش مجرد حرامي، ده شخص هادي جدا، دقيق ومنضبط لأبعد حدود، لدرجة إنه قعد يقنع المشرف على أوضة الحسابات بالعقل إن المقاومة ملهاش لازمة وهتأذيه هو بس، وقال له بمنتهى البرود إحنا محتاجينك عايش. المشرف فهم اللعبة وسلمهم مفتاح الخزنة، ورجالة باركر بدأوا يعبوا الشنط بالفلوس. في نفس الوقت كان في راجل عليه ديون تقيلة وصل بره مع مراته وابنه، كان مزنوق في قرشين وعاوز يستلفهم من الجماعة اللي جوه، بس أول ما وصل لمح عربيات غريبة مركونة قدام المبنى. الراجل حس بالخطر وطلب من عيلته يستنوا في العربية، ودخل يشوف فيه ايه، ولما بص من ورا الباب عارف ان في عملية سرقة بتتم. الراجل جري على عربيته قبل ما مراته تطلب الشرطة ومنعها بقوة. بدل ما يهرب بعيلته، الراجل خد قرار مجنون، وأول ما باركر ورجالته خرجوا بالشنط، الراجل عمل لهم كمين وفتح عليهم النار وقتل واحد من العصابة، وإصابة فيلي ويب إصابة خطيرة. في وسط الهيصة دي الراجل خطف شنطة فلوس وجري على عربيته وطار بيها. باركر مسكتش وطار وراه بالعربية وهو بيضرب نار لحد ما الراجل فقد السيطرة على عربيته ودخل في الحواجز وبقت خردة. باركر حصله وبعدين رشا الزوجة المرعوبة عشان تسكت وما تبلغش عنهم. بعد ما رجع الفلوس المسروقة، باركر هرب مع اللي فضل من عصابته. في الليل اتجمعوا في المخبأ بتاعهم عشان يقسموا الفلوس، وكان في واحد مقتول وفيلي ويب مصاب. زن الست الوحيدة في المجموعة كانت بتعالج جروح فيلي، والباقي بيعدوا الفلوس. وفي وسط التوتر ده زن سألت باركر سؤال مهم: ليه سبت مرات الراجل عايشة وما قضتش عليها؟ بمنتهى البرود باركر رد على سؤال زن وقال انه ساب للست 10,000 دولار عشان تسكت، ووضح ليهم الدستور بتاعه: المدنيين خط احمر والناس الابلياء محدش يلمسهم. واثناء ما الكل مستني عد الفلوس، زن قالت انها داخله تاخد دش، وبدأت تقلع قدامهم بقصد عشان تشتت انتباههم تماما. وفجأة الشقاوة قلبت بدم. زن طلعت مسدس وبدأت تقضي على كل واحد فيهم بدم بارد، بما فيهم فيلي ويب. اتضح ان زن كانت خاينة ومخططة تلهف الملايين لوحدها. باركر حاول يقاوم ويضرب نار، بس وقع من الشباك واتضرب بالرصاص ووقع في النهر، والكل افتكر ان امره انتهى. بعد يومين باركر صحي في موتيل صغير على الطريق، وطلع لسه عايش بمعجزة بفضل واحدة اسمها هي اللي عالجته. اول ما استرد صحته شكرها، بس رفض يفضل مستخبي، والغضب بقى هو اللي بيحركه. راح لجروفيلد الحرامي القديم اللي عرفه على زن، وضغط عليه بغشومية عشان يعرف مكانها. جروفيلد عمل نفسه من بنها وما يعرفش حاجة، بس في الاخر اعترف بخيط صغير ان زن ملهاش غير شريك واحد في المدينة اللي جنبهم اسمه راجي رايلي. باركر ما ضيعش وقت وخد الاسم والعنوان وطار على هناك. في الليل ريجي رايلي كان في سهرة حلوة وراجع بعربيته، وبمجرد ما اندمج في الزحمة السواق طلع هو باركر بشحمه ولحمه. باركر فهمه انه مش عاوز يخطفه، هو بس عاوز مكان زن وبعدها يسيبه لحاله. ريجي اترعب وحلف انه ما يعرفش مكانها بالظبط لانها زي الشبح وما بتثبتش في مكان. وفجأة الدنيا اتقلبت، عربية خبطتهم ولقوا نفسهم متحاصرين برجالة مسلحين. طلعوا امن خاص لزن كانوا بيراقبوا ريجي. باركر عمل نفسه مغمى عليه بسبب الحادثة عشان ينيمهم، وأول ما قربوا منه انفجر فيهم بهجوم كوماندوز قضى فيه على الكل بمنتهى الاحترافية. ساب واحد بس عايش وضربه في رجله عشان يقضي على أي فكرة للمقاومة عنده، وأخده معاه في العربية وقال له وصلني لزن، تعيش تستهبل تموت. الراجل ملقاش حل غير إنه يسلمه زن اللي كانت قاعدة بكل روقان بتخطط لعملية جديدة مع شريك جديد. وفجأة باركر اقتحم المكان وقلب الترابيزة على الكل وصوب مسدسه على زن وهو بيطلب نصيبه من الفلوس اللي سرقتها. زن فضلت باردة وقالت له الفلوس بحبحت بيها وانا بهرب. وقبل ما باركر ينطق الشريك الجديد بدأت تاخده الجلالة وحاول يتدخل بغباوة. باركر ما خدش ثانية تفكير وقضى على الشريك الجديد بدم بارد، وده نرفز زن جدا لأنها كانت محتاجاه عايش في خطتها الجاية. وقالت له بعصبية كنت محتاجاه عايش يا غبي، كل الفلوس طارت. زن كشفت له عن تقلها الحقيقي وليه هي هادية كده. قالت له إنها كانت بتخطط
عملية أضخم من أي حاجة شافها في حياته، عملية ب$500 مليون. باركر فضل ثابت وما تأثرش بالأرقام دي لأن كل همه كان يصفي حسابه القديم ويرجع فلوسه المسروقة. زين لما لقيته مصمم غيرت طريقتها وعرضت عليه شراكة مصلحة، قالت له ننسى الغدر اللي فات ونركز في المستقبل، ووعدته بالولاء وإن نصيبه هيكون أضعاف اللي فات. باركر بدأ يسأل عن الهدف اللي يستاهل كل ده، وزين رمت له قنبلة، تمثال أثري من القرن ال15 غرقان ألماس وقيمته $500 مليار، وموجود دلوقتي في نيويورك تحت إيد رئيس دولة فاسد اسمه ديلاز. الخطة إن الرئيس ده متفق مع عصابة تقيلة اسمها The Outfit عشان يسرقوا التمثال أثناء العرض، وبكده يقدر يبيعه لحسابه ويقسم المصلحة معاهم. بس زين عاوزة تعمل نمرة أجرأ، إنهم يسرقوا التمثال من العصابة نفسها وقت العملية ويختفوا قبل ما حد يحس بحاجة. باركر حس إن التحدي ده بينافس مهاراته، وبعد تفكير وافق يحط الانتقام على الرف لحد ما يقضوا المهمة دي سوا، وبدأوا يجهزوا فريق جديد لأكبر عملية سرقة في تاريخهم. القصة بتتحول للعدو الحقيقي، المجرم العجوز لوزيني، زعيم عصابة دي أوتفيت وأخطر راجل في نيويورك. قعد مع مساعده المخلص بيرتبوا لسرقة التمثال، والمصلحة بينهم وبين الرئيس الفاسد ديلاز تمام التمام، والهدف إنهم يخلصوا على التمثال وقت العرض ويقبضوا $500 مليون كاش. تاني يوم باركر وزين اتجمعوا في المقر السري عشان يجهزوا الفريق. زين جابت رجالة جديدة كتير فاكرة إن الكترة هي اللي هتكسب، بس باركر اعترض تماما لأنه بيقدر المهارة والثقة أكتر من العدد، وجاب معاه صاحبه القديم جروفيلد أستاذ التنكر والخداع. بدأت العصابة تخطط، وواحد من رجالة زين اقترح يعملوا نسخة مزورة من التمثال ويبدلوه بالأصلي، بس باركر رفض الفكرة وقال إنها معقدة على الفاضي، وأكد إن خطته هي اللي هتقضي على أي شك. هيسرقوا التمثال من عصابة الأوتفيت نفسها وهي بتنفذ السرقة. زين فهمت إن خبرتها ما تجيش حاجة جنب باركر، فسلمته القيادة والتخطيط بالكامل. باركر بدأ يتحرك. أول خطوة لازم يعرفوا طريق الهروب اللي العصابة مرتباه لنقل التمثال بعد ما يتسرق. زين اقترحت خطة جريئة، وإنهم يقتحموا بيت مساعد لوزيني ويسرقوا الملفات السرية، وباركر وافق فوراً. في الليل باركر اقتحم البيت لوحده والباقي بيراقب من بعيد. البيت كان فاضي، فبدأ ينبش في الخزن والدواليب لحد ما لقى اللي عاوزه. الملفات فيها كل تفاصيل طريق الهروب والنقل. بس وهو بيجهز نفسه عشان يمشي، الدنيا قلبت فجأة وبقى في خطر مميت. كينكيد رجع فجأة وقفش باركر ودخلوا في خناقة شوارع بالإيدين. باركر كان هادي ودقيق كالعادة، وقدر يغلب كينكيد ويوقعه بضربة قوية سابته متخرشم بس لسه بيتنفس، وهرب بالملفات المسروقة. بره البيت زين وجروفيلد قابلوه وانسحبوا بسرعة للمقر السري وبدأوا يحللوا البيانات اللي أكدت لهم كل شكوكهم. في بيت كينكيد لوزيني وصل لقى مساعده متقطع، وكينكيد قال له الصدمة ده باركر هو اللي كان هنا. الاسم ده رعب لوزيني لأن التاريخ اللي بينهم كله دم، وعرف إن باركر ناوي يقضي على عصابته بخبطة كبيرة. في المقر باركر ورجالته اكتشفوا إن ذا أوتفيت ناويين ينقلوا التمثال بعد سرقته عن طريق قطار زبالة آلي تحت الأرض. باركر لقط الفرصة وقال إن مهمتهم هتبدأ أول ما التمثال يتحمل على القطار. وزع الأدوار، إد وبريندا اللي جابتهم زين هيتنكروا في لبس عمال نقل ويسيطروا على شبكة القطار، وستان سرق اللور التقيل، وجروفيلد عطل الفرامل الآلية تحت ضغط رهيب عشان القطار ما يقفش أبدا غير في المكان اللي هم عاوزينه. الخطة بقت على كف عفريت، القطار هيخرج من القضبان ويخبط في النقطة دي، وباركر أكد إنه قدامهم 10 دقايق بالظبط يخلصوا فيها كل حاجة ويحملوا الصناديق في اللوري اللي هيجهزه ستان. الكل كان جاهز والعملية ميعادها بكرة في الصبح، بس التليفون رن وكان لوزيني نفسه على الخط. لوزيني ببرود قال له إنه عارف كل تحركاته وندمان إنه ما قضاش عليه من 3 سنين ورمى القنبلة. العملية مش بكرة، العملية دلوقتي. ذا أوتفيت بدأت تتحرك فعلا. باركر وزين طاروا عشان يلموا الفريق في ثواني. إد وبريندا لبسوا لبس عمال النقل وسيطروا على شبكة القطار، وستان سرق اللور التقيل، وجروفيلد عطل الفرامل تحت ضغط رهيب. العصابة نفذت الجزء بتاعها وسرقت التمثال وحملوه على قطار الزبالة الآلي، والقطار بدأ يسرع بجنون في الأنفاق تحت سيطرة إد وبريندا. بس الكارثة حصلت، القطار عدى نقطة الحادثة من غير ما يخرج عن القضبان. التخريب فشل والقطار فضل مكمل بأقصى سرعة ناحية المدينة. باركر وزين ما لقيوش حل غير إنهم يطاردوا القطار بالعربية، والقطار المجنون خرج من تحت الأرض وطلع على القضبان العالية فوق الشوارع. عند ملف حاد القطار أخيرا فقد السيطرة، اتقلب على جنبه واتدمر بشكل مرعب على الطريق تحت الكوبري. باركر وزين وصلوا
وصلوا في ثواني ومعاهم جروفيلد وراهم، واقتحموا الحطام وبدأوا يدوروا بجنان على التمثال. بعد تدوير وسط الركام لقيوا صندوق خشب كبير وشكله هو اللي فيه التمثال، فتحوه بقوة وهم مستنيين لحظة النصر، بس الصدمة كانت إن الصندوق مليان طوب. الحقيقة ظهرت فجأة، التمثال ما كانش على القطر أصلا، ولوزيني كان قاري اللعبة وعملهم فخ، والحادثة دي كلها كانت مجرد تمويه، والكنز الحقيقي في مكان تاني. وقبل ما باركر ياخد رد فعل، رجالة دي اوتفيت ظهروا من وبدأوا يضربوا نار بكثافة، والفخ طبق عليهم وبقوا متحاصرين. ومع اقتراب سيرينات الضباط من المكان، باركر وجروفيلد وزن اضطروا يهربوا ويسيبوا العملية كلها. تاني يوم الفريق اتجمع في المقر، والكل متكسر ومحبط من الفشل، بس باركر رفض يسلم. ركز تفكير الفريق تاني على مصدر معلومات العصابة، وراح هو وجروفيلد لبرج كونكيد السكني وهم متنكرين في لبس ضباط شرطة. أول ما الباب فتح سيطروا على الحارس وأمنوا الشقة، ودخلوا أوضة النوم لكونكيد اللي كان بيرتاح، بس من رعب كونكيد أول ما شافهم أغمى عليه قبل ما ينطق بكلمة مفيدة. بما إن المصدر الأساسي غاب عن الوعي، جروفيلد لف لصاحبة كونكيد اللي كانت موجودة، وتحت الضغط انهارت وقالت إن التمثال اتباع فعلا لملياردير اسمه فينياس بول، وكشفت كمان انه موجود دلوقتي بياكل في مطعم ايطالي فاخر. باركر وجروفيلد قلعوا التنكر وطاروا على المطعم، وهناك لمحوا فينياس بول قاعد على ترابيزه، ودخلوا عليه واجهوه وش لوش. فينياس بول رد بمنتهى التكبر وقله الذوق وهو مستهون بباركر، بس الموضوع اتقلب دم في ثانيه. باركر صفى المرافق اللي مع فينياس بول، والصدمه دي طيرت كل الثقه اللي كانت عند الملياردير. باركر سحلوا بره المطعم وركبوا العربية بالعافية، وجابوا لزان وجروفيلد عشان يقضوا معاه وقت في التحقيق. وهو شايف الموت بعينيه، فينياس اعترف بكل اللي يعرفه، وقال انه فعلا اشترى التمثال، بس هو دلوقتي متخزن في خزنة خاصة تأمينها عالي جدا في منشأة جرين بروك، ووضح ان التمثال متجدد له ميعاد نقل لبيته في الصبح تحت حراسة مشددة. باركر ضغط عليه عشان يعرف التفاصيل الدقيقة، بما ان المنشأة فيها 3 خزن، وبول أكد له ان التمثال في الخزنة رقم 1. اول ما باركر ضمن المعلومة قرر يتحرك فورا، ساب ستان يراقب فينياس بول، وطار هو وجروفيلد وزان على المنشأة. بعد ساعة في الليل كان في 2 حراس بيلفوا في منشأة جرين بروك، لمحوا على الشاشات حادثة عربية حصلت قدام البوابة الرئيسية بالظبط. واحد منهم جري يشوف فيه ايه، والتاني ملحقش يشوف الضربة اللي جات له. جروفيلد وزان اتسللوا جوه في وسط التشتيت ده وقضوا عليه. باركر دخل وراهم وراح دايركت على الخزنة رقم 1، اقتحمها بسهولة وطلع الحاجة اللي باين انها التمثال، وفي نفس الوقت كل حاجة بدأت تنهار في مكان تاني. ستان كان بيشرب بغشومية وهو بيراقب فينياس بول، وفقد السيطرة على نفسه تماما وبقى مش متزن. فينياس بول استغل الوضع وهرب بذكاء، وقف عربية معدية وقدر يقنع السواق انه يخليه يستخدم الموبايل، وكلم لوزيني فورا وقال له ان باركر ورجالته جوه منشأة جرين بروك بيسرقوا التمثال. الخبر ولع نار الغضب عند لوزيني وحرك رجالته بأقصى سرعة ناحية الخزنة. وصلوا المنشأة واتأكدوا من الكارثة، الخزنة رقم 1 اتفتحت والتمثال طار. لمحوا عربية بتجري بسرعة من الباب الوراني ومعاها الصندوق، وبدأت مطاردة وحشية في شوارع المدينة في الليل. ضرب النار كان شغال والرصاص بيطير في كل حتة، ورجالة لوزيني قدروا يعطلوا العربية باحترافية ويستردوا التمثال. لوزيني حس بالنصر وطلب تسليم التمثال فورا لبيت فينياس بول عشان يخلص المصلحة، بس أول ما فينياس فتح الصندوق اتجنن، التمثال اللي جوه مزيف. فينياس رفض يحول مليم واحد، ولوزيني اتصدم لانه كان متاكد ان رجالته جابوا الكنز الحقيقي وهو مش فاهم ايه اللي حصل. لوزيني امر رجالته يلفوا ويرجعوا لجرين بروك تاني على امل ان التمثال الحقيقي لسه هناك، والحقيقه ان باركر وجروفيلد وزن كانوا بينفذوا الخطه الاصليه. باركر كشف ان تامين المنشاه مخادع، وان الخزنه رقم 1 كانت مجرد فخ للتمويه، والتمثال الحقيقي في مكان تاني خالص. باركر مشى الاحداث بالظبط زي ما هو عاوز، وخلى لوزيني يطارد نسخة مزورة وهو بياخد الكنز الحقيقي اللي بيلمع بالألماظ. باركر بدأ يركب متفجرات على التمثال، وجروفيلد وزن بعدوا شوية عشان يكلموا السواق، بس قبل ما يتحركوا لوزيني ورجالته المسلحين اقتحموا المكان وحصروا باركر من كل جهة. المواجهة وصلت لمحطتها الأخيرة. لوزيني رغم العداوة أبدأ إعجابه بذكاء باركر، وباركر كمان اعترف إن كمين القطر كان حركة صايعة. اللحظة الحاسمة جت لما باركر كشف عن جهاز التفجير في إيده،
إيده، كان ملغم التمثال كله بالديناميت ومستعد يقضي عليه وعلى الألماظات اللي جواه في ثانية. لوزين اتهز وفقد أعصابه وعرض على باركر إنه يقسم معاه الربح بس عشان ينقذ التمثال، لكن باركر رفض من غير تفكير لأنه فاهم إن التمثال ده لعنة مش بتجيب غير الدم والطمع. ومن غير تأخير باركر داس على الزرار والتمثال اتنسف في انفجار مهول. لما الدخان هدي لوزيني طلع لسه عايش بإصابات خطيرة. باركر خلص عليه بدم بارد ومشي وما بصش ورقه. تاني يوم الفريق اتجمع والكل كان متضايق ومحبط، وزين كانت غايبة عن المشهد. الكل كان فاكر إن باركر ضيع عليهم $500 مليار وسابهم يفرغوا غضبهم للآخر. وبعدين طلع لهم المفاجأة، شنطة مليانة ألماظ وأحجار كريمة نادرة. باركر كان شال أغلى الفصوص من التمثال قبل ما يفرتك الشخر بتاعه، ووضح لهم إن تدمير التمثال كان الطريقة الوحيدة عشان يقضي على بحر الدم اللي كان هيسيل وراه، وقسم الورث عليهم بالعدل. باركر كان فاضل له مهمة واحدة أخيرة عشان يقفل الحساب القديم. راح شقة زن اللي كانت مستنياه وهي عاملة نفسها فرحانة وبتأيد قراره في تدمير التمثال. باركر فضل بارد ومتحجر، هو لسه فاكر وعده لجريس ويب أرملة صاحبه فيلي إنه هياخد حق جوزها. زن بدأت تترجاه وتبرر غبرها وتقول إنها شافت أيام سودة كفاية، بس باركر ما بيكسرش كلمته. قتل زن ووفى بوعده وقفل سلسلة الدم دي للأبد. فلو عجبتك نهاية باركر الملحمية ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك في عراب الأفلام.